انا متجوزة بقالي سنتين. قبل ما اتجوز كنت شغالة، وجوزي لما جيت قدم لي كان عارف اني شغالة لانه اصلا اتعرف عليا في الشركة اللي انا كنت شغالة فيها. بعد ما اتجوزته خدت اجازة شهرين وبعد كده نزلت شغل تاني، ومع مرور الايام ربنا رزقني بالحمل وبرضه خدت اجازة وضع حوالي 5 6 شهور. ولان بنتي محتاجة مراعية وانا برضو بحب شغلي وما اقدرش ابعد عنه، قررت اني اجيب ناني تقعد بالبنت. وفعلا جبت للبنت ناني من مرتبي الخاص، لان برضو جوزي ملهوش دعوة، اصلا انا مرتبي خاص بيا وما بصرفش في البيت اي حاجة منه. حماتي لما جت وشافت الناني قالت لي هي بتاخد كام؟ قلت لها بصفونية بتاخد كذا. فضلت تزعق وتقول فلوس ابني. في الوقت ده كان جوزي نايم مخضوض. قال لها في ايه يا ماما؟ قالت له كل ده بتدفعه للناني ليه ان شاء الله؟ قال لها مش انا، دي هيام هي اللي بتدفع. ساعتها حماتي قالت لي يعني انتي مرتبك كبير قد كده وفي الاخر تدفعي لي الناني؟ المفروض تصرفي مع ابني في البيت. وفضلت تتكلم وتزعق كتير جدا، وجوزي من النوع اللي بيسمع كلام امه وبيحترمها قوي. بعد ما قعدت تتخانق معايا شويه جوزي خدها وروحها. قعد معاها حوالي ساعة ساعة ونص ورجع لي مقلوب على القناة السبعة. لقيته بيقول لي انا بحترمك وبحترم مامتك وعمري ما زعلتك، ومع ذلك انت عليتي صوتك على امي، وعلشان غلطك ده قدامك خيارين: اما تسيبي شغلك وتقعدي في البيت، اما تكملي شغلك وتصرفي معايا في البيت. قلت له بس انا شغاله من زمان جدا وانت جيت خدتني موظفه، ده اول حاجه. تاني حاجه انا مش مقصره في بيتي ولا مقصره مع بنتي، بنتك نظيفه لبسها حلو بتاكل كويس، البيت نظيف، كل يوم بتيجي تاكل زيك زي اي راجل طبيعي مراته قاعده في البيت، لاني بعمل اكلات كتير وبخزنها في التلاجة يوم الاجازه بتاعتي يعني. رد عليا وقال لي الكلام ده كله ما يخصنيش، انا خيرتك وانتي اختاري بقى، يا ريت تقولوا لي اعمل ايه لاني محتاره، وطبعا مش عايزه اديله من المرتب بتاعي علشان انا بحوش ومش هينفع اسيب الشغل، يا ريت تقولوا لي اتصرف ازاي.